وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اهلا اهلا، كيفكم صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. بدي ارحب بالصبايا اللي دخلوا قناة جديد، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا قناتي. يا صباح الخير والخيرات. اليوم عم ببدأ هيك، عم بعمل فطور. هلا تسجيل الصوت سجلته اليوم، والتصوير كان امبارحة. يعني امبارحة كان الفطور بانكيك بالخبز، فاولادي كانوا مشتهين البانكيك، قالوا لي ماما اعملي فقلت لهم انه في خبز، فخلينا نعمل بانكيك بالخبز، سهل وهيك انه ما بياخد وقت كتير، وعن جد يعني كتير طيب، وما ما في فرق يعني من الطعمة، عرفتوا علي؟ فرح لكم الطريقة هيك على السريع، لانه بفيديوهات الماضية قلت لكم بالتفاصيل كيف بتعملوها هي الأكلة، يعني البانكيك بالخبز. أوكي، فرح لكم على السريع كيف بتعملوها. حطيت هلا بيضتين، وحطيت كمان كاسة حليب، وحطيت كمان معلقة سكر حسب الرغبة انتو بدكم اياها، وكمان حطيت رشة ملح، وكمان كم بودر وفانيلا. هدول كتير انه هيك بيعملوا طعمة كتير طيبة للبانكيك بالخبز. اوكي، وهيك والله. وبالمقلاية كمان لازم تكون ما بتلزق، وكمان بالزبدة، فهيك عملتهم بالزبدة. وهيك كان فطورنا لليوم. وكمان بهذا الفيديو كتير كتير مميز، وكمان كان عيد ميلادي. هو امبارح كان عيد ميلادي، فاكتبوا لي تحت التعليقات شو بتحبوا اعملكم فيديوهات كمان الجاية. هلا بهذا الفيديو احتفلنا، هلا باليوم بعيد ميلادي شو عملت؟ اول شي عملت لهم الاولاد بانكيك، وهيك قعدنا على رواق، ويعني انه هاي الاكله كتير كتير بنحبها، انه بحسها هيك انه اكله مميزه، او يوم هيك عطله، او هيك يكون مثلا هيك انه مثلا صباحنا حلو ورايق، فبنعمل اللي بدنا اياه نحن، بانكيك او بانكيك بالخبز. وكمان كمان كيف احتفلنا بعيد ميلادي، جاب لي جوزي هلا كيك، الله يرزقه يا رب. وكمان احتفلنا هيك احتفال صغير بين العيلة، عرفتوا علي؟ وكمان يعني جاب لي هدية، بس ما فرجتكم اياها بهذا الفيديو، ان شاء الله بالفيديوهات الجاية او الفيديو بعد هذا كمان رح تشوفوا الهدية اللي جاب لي اياها جوزي.
هلا هون قبل ما أقلكم الطلبية اللي وصلتني، كنت أنا عم تابع يعني على الفطور، عم تابع أنا الريف السوري عن جد، يعني إنه بنصح لكل حدا بيشوف هيك خضار أو مثلا الريف مثلا ببلاد الأجانب وهالقصص. فيعني كتير بحب هيك إن الريف والمزارع وهالقصص، يعني فبيعملوا هيك شغلات اللي عندهم مثلا بط أو عندهم مثلا دجاج وهالقصص وصوت العصافير، فكتير بحب هالقناة. والقناة اسمها الريف السوري. عن جد بحب يعني إنه عن جد اللي بحب هيك شغلات الريف وشغلات الطبخ هيك بالريف، فبنصحكم تتابعوا هالقناة كتير، هيك بحس إنه بتريح البال. أو هيك بحب إنه أنا وقت أفطر أو إنه أشرب القهوة بحب أتابع هالقناة، عن جد بحسها هادية. وأحيانا كمان بيعملوا مثلا فيديوهات صامتة، وأحيانا لا بيحكوا فيها، عرفتوا؟ ايه والله. وهون كمان اجتني طلبية من بيت تيتي، هلا مو إلي ولا لا، يعني لحدا بس للمطبخ، عرفتوا؟ فوصلتني وحبيت انه اتاكد منها انه هي الفلاتر. طلبت فلاتر عندي فلتر مي، فبدي اغير الفلاتر تبعوتهم. فيعني انه حسب يعني هلا بترنديول شفت انا كمان فلاتر غير النوعية، فشفتوا انه هي النوعية. وكمان بدي اقول لكم شغلة هيك بسيطة، هو اول ما مثلا تطلبوا شيء من برا ومكتوب كمان عنوان المنزل او عنوان او اسمكم، لازم انه مثلا قبل ما تكبوا هالورقة او قبل ما تكبوا الكيس تبع الطلبية، فجيبوا هيك مثلا شي نار او جيبوا مثلا قداحة وشالوا على الورقة، فهيك بيختفي الاسم او العنوان، يكون هيك احسن واضمن. وكمان في ورقة كمان شيلوها وخلص كبوها أو شقوها، عرفتوا علي؟ فهيك بيكون إنه أحسن وقت تكبوا مثلا الورق تبع البي تي تي، حاولوا إنه تشقوها أو حاولوا إنه كمان تغبشوا على الاسم أو العنوان، بيكون هيك أحسن، عرفتوا؟ وكمان هون بنفس الوقت هون جوزي جاب لي الكيك، وكمان أول ما فتحته حسيته إنه هيك الكريمة يعني دبقت على الكرتونة، عرفتوا علي؟ فلزقت بالكرتونة. فأول شيء إنه أنا أول لقمة أكلتها من الكيك وهيك والله. وكان هيك كمان الكيك عن جد كتير حلو هيك بالشوكولاتة. وهيك كان كمان عيد ميلاد احتفلنا هيك نحن والعيلة الصغيرة. عملت هيك مثلا شموع والقصص، وكان كمان عيد ميلادي 25 سنة تقريبا، يعني الربع قرن وصلت لهون. إن شاء الله يكون كل سنين حلوة، وكمان لكل حدا مثلا بهالسنة صار عيد ميلاده إن شاء الله كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله هيك كمان تحققوا كل أمانيكم وكل هيك كل شي بتتمنوه. وهيك والله. وهيك كمان كان عيد ميلادي احتفال صغير مع العيلة. وهون كمان حطيت الكيك هيك على الطاولة بالسفرة، وكمان هون احتفلنا وحطينا هيك أغاني عيد ميلاد وهالقصص، فاحتفلنا هيك نحنا والعيلة الصغيرة. إن شاء الله هيك كمان دوم ضحكتنا وفرحنا كمان يا رب. وشوفوا كمان بنحظى اللحظة اليوم يعني إنه بيوم عيد ميلادي صار عندي 200 مشترك، فسبحان الله إنه هيك، سبحان الله إنه كبرتوا سوا، وبيوم عيد ميلادي صرتوا هيك إنه 200 مشترك، عرفتوا؟ وهيك انه بتشكر لكل صبية حطت لايك، وكل صبية كمان حطت لي اشتراك. وكمان حبيت لكم على هاي الوردة، اول شي توقعت انه هاي بتتاكل، بس طلعت لا ما بتتاكل، يعني هي بتدوب بالمي بس هي ما بتتاكل، بتحسوها هيك مثل النايلة او اي شي، عرفتوا علي؟ فاذا انتم بتركيا وشفتوا هذا الكيك، فهاي الوردة ابدا ما بتتاكل، عرفتوا؟ فحسيت انه مضرة. فهنا كمان قطعت الكيك، وهيك كمان اكلوا واستمتعوا. ان شاء الله هيك كمان كل سنين حلوة.
وهون كمان وصلنا لنهاية الفيديو. بحب لكم كمان حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة، وبحبكم كتير، وكمان علقولي تحت بالتعليقات شو بتحبوا أعمل فيديوهات الجاية. عن جد الكيك طلع كتير طيب، هيك فيه من القطع الشوكولاتة من جوا وكريمة، عن جد كتير طيبة. إذا لقيتوا كمان منه بالمحلات جيبوا، يعني أحسن من كل الأنواع. بحس إنه الشوكولاتة أطيب من كل الأنواع اللي موجودة بالمحلات تبع الكيك. وهيك والله بيكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله بشوفكم هيك بالفيديوهات الجاية. بحبكم كتير، وسلام.